السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين. النهارده ان شاء الله هكمل شرح اضافه الواي كيو. هنشرح قائمه الديكوريشن كومبوننت زي ما اتفقنا قبل كده. اول حاجه بنعملها قبل ما نبدا استخدام الاضافه دي، بنظبط اليونتس وبنظبط السكيل. هنظبط اليونتس منين؟ من الواي كيو سيستم سيت اب. هنختار السيت ديفولت يونتس. انا دايما بشتغل بوحده المتر، فانا هختار المتر واعمل اوكي. تاني حاجه هظبطها هي السكيل. من سيستم سيت اب هنختار السكيل. السكيل المناسب بيبقى 1/1/10 لو انا شغاله بالمتر. اوكي تمام. هنبدا بقى ننزل نشرح القائمه دي اللي هي الديكوريشن كومبوننت. هنضغط على اول حاجه فيها اللي هي الاندكس اوف ديكوريشن. دي عباره عن ايه؟ دي بتوضح كل الاوامر اللي موجوده في القائمه دي. فاحنا عندنا كل الاوامر دي ان شاء الله هنشرحها. في حاجات هنمر عليها سريعا اللي هي مش بنستخدمها على طول او مش هتبقى مفيده معانا قوي. في حاجات مهمه جدا فيها. تمام. فاحنا لو باذن الله هنبدا دلوقتي شرح اول حاجه فيها اللي هي الايه، الارنج فرنتشر. دي بتعمل القايمه دي اختصارها جنبها هي الشورت كات بتاعها جي جي. قبل بس ما نبدا نستخدمها لازم نكون راسمين مثلا ولو غرفه دبليو دبليو عشان نرسم حائط. هنرسم مثلا غرفه 4 في 4، فهنعمل كده 4 وهنا 4. تمام. وهنعمل جي جي من الكيبورد. هنرسم مثلا الغرفه دي ايه، سي مثلا هنرسم دي اللي هي غرفة ستادي روم. بنستخدم الامر ده ازاي؟ بنختار اول كورنر في الاوضة والنقطة التانية. تمام. ونعمل ايه؟ بس كده يبقى الفرش ممكن نقوم جاي مغيرين بالماوس كده موجهين عشان لو احنا عايزين نغير مكان الفرش معانا كده. يبقى كده الغرفة ايه اترسمت معانا. انتر. تمام كده فرش الغرفة. طبعا الامر ده تاني لو جبناه كده جي جي، في اوبشن ان احنا نرسم الريسبشن، غرف النوم، الحمامات، المطابخ. نرسم بقى البلان كله بنفس الطريقه. تمام. طيب الامر اللي بعد كده البيلدينج الديكوريشن. الامر اللي بعد كده الرينج دبليو سي شاور. طيب عشان نرسمه برضو لازم اكون رسمه حائط كده دبليو دبليو كده اهو. ندخل تاني على الامر الديكوريشن الارنج دبليو شاور. ده بنستخدم بقى، ده بيفيدنا في ايه جدا؟ بيفيدنا لو احنا بنرسم مسجد، معانا مشروع مسجد وعايزين نرسم الحمامات بتاعه او الميضه اللي هي الحنفيات. الكلام ده بيساعدنا جدا في حاجه زي كده. فانا مثلا لو انا عايزه ارسم احواض كتير جنب بعض، اوكي، بختار الجدار سيلكت كده. الاحواض ما ظهرتش، لو انا عايزه اظهرها هقوم جاي عامله ايه، اظبط بس اليونتس بتاعها والابعاد السبيسنج ما بينها. بضغط حرف البي اللي هو البي فور بن من الكيبورد اللي هي البي التقيله. تمام. هيظهر لي القايمه دي كده. هعمل بس ريسيت ديفولت عشان يحولها لي للمتر، الابعاد للمتر. إيه اللي بيحصل هنا بقى؟ اللي هو يقول لي ايه، السينك سبيسنج، المسافه ما بين الاحواض، البارتيشن. عندي اوبشن بقى ان انا اغير كل الكلام ده على حسب ما انا عايزه ارص ازاي. فانا مثلا اهو سلكت على الجدار ده وكنت عايزه مثلا اعمل احواض. تمام. وبعمل كليك كده واسحب. مثلا اهو دبليو دبليو تاني. لو انا راسمه جدار اهو وادخل على الامر تاني اهو الامر ده دبليو سي، ومثلا عايزه ارسم مجموعه الحنفيات دي او الحمامات. خلينا في الحمامات. تمام. برضو هعمل سيلكت على الجدار وبرضو نفس الموضوع. عايزه اغير في الابعاد بتاعه، بعمل ايه؟ بضغط بيه من الكيبورد وهيقوم جاي ظاهر لي بقى الايه، الابعاد لكل حاجه. البارتيشن ويتس، انا عايزه البارتيشن ويتس بتاعي كام، مثلا اخليه متر. السبيسنج، المسافه ما بينهم، عرض الجدار، الكلام ده كله انا ممكن اغير فيه واعمل انتر. تمام. واسحب كده وكليك شمال من الماوس عشان ايه، الغي الامر، واعمل اسكيب من الكيبورد. يبقى عرفنا الامر التاني بيعمل ايه. طيب القايمه اللي هي البيلدنج تاني حاجه بعد كده اللي هي مين، الشيست بلان. دي مختصه باللي هي غرفه الدريسنج روم. لو انا برسم دريسنج روم وعايزه اعمل الفرش بتاعها، فانا مثلا هرسم اهو ده المسار بتاع الدريسنج. انتر. وبغير بالماوس كده لو انا عايزه اغير الاتجاهات، مش فارقه قوي يعني. واقوم جاي عامله تاني، هضغط على الامر اهو تاني. مثلا عايزه ده غرفه الدريسنج كانت معايا. انتر. تمام. يبقى انا كده ايه، الامر ده اللي هو القايمه دي اغلبها بترسم الفرش. تمام. القايمه دي اغلبها بتشرح ازاي نعمل الفرش بطريقه سريعه يعني. الامر اللي بعد كده الديكوريشن. الامر اللي بعد كده احنا خدنا شيست كيرتن بلان. ده برضو مختص بالفرش. يعني انا مثلا هختار كده واقوم جايه عامله انتر. ده ايه اللي هو رسم العليقات اللي هي معلق فيها الملابس يعني. البيلدينج الديكوريشن
الامر اللي بعد كده البلاستر سترينج بلان. البلاستر سترينج بلان ده بيعمل ايه؟ ده بيرسم الكورنيشه بتاع السقف. تمام. فانا ايه اول حاجه بس ببقى رسمه قبل ما اعمل كده، ببقى رسمه ايه، لو انا عندي غرفه اهوت كده هرسمها بسرعه، ورسمه شكل كورنيشه. فانا هجيب امر بي ال انتر. تمام. دي شكل الكورنيشه كده، هي شكلها فرضا يعني ان ده شكل الكورنيشه اللي هتبقى موجوده في السقف. تمام. بعمل ايه؟ بجيب الامر ده كده تاني، ديكوريشن بيلدينج، واقوم جايه ضاغطه عليه، واعمل من هنا ايه سيلكت، بضغط من هنا سيلكت، واقوم جايه عامله اوكي، بضغط على الكورنيشه، وبعد كده اضغط على المين الجدار اللي انا عايزه ايه، سوري انا اضغط شيفت تاني مثلا. تمام. يبقى كده ايه رسم الكورنيشه بتاع السقف او الكورنيشه بتاع الحائط. الامر ده ايه، هو الحاجات دي كلها مهمه زي ما قلنا قبل كده في الفرش، في الديكوريشن، هي اصلا اسمها القايمه ديكوريشن يعني. الامر اللي بعد كده البلان اوف كابورد. تمام. ده بستفاد منه في ايه؟ هو ده مفروض ان هو بيرسم الكومود، فانا بستفاد منه لو انا عايز ارسم المنور. هعرف دلوقتي ازاي لو انا عملت السنجل مود ده وعملت اوكي، ومثلا انا كان عندي اهو كده، فهو رسم لي علامه اكس، ده اكنها منور يعني. او لو هرسمها مثلا في بير السلم، تمام، عندي بير سلم وعايزه ارسمه، فانا هستفاد منه ان انا ارسمه في كده. الامر اللي بعد كده فيها الاليفيجن اوف كاب بورد. تمام. الاليفيجن ده بيجيب ايه، بيجيب لنا شكل الواجهه بتاع الكومود. فانا مثلا عايزه اهو اشوف كده تاني تاني كاب دور مثلا كده، تاني تاني تو درو بوينت، انا عايزه ارسم من هنا لهنا او كده. كده ايه رسمت الاليفيجن بتاع الكومود. الامر اللي بعد كده في القايمه دي التايتل والحاجات دي. الحاجات دي بقى لو جينا بقى بصينا عليها كده، الحاجات دي سريعا كده، ده بتعمل ايه، ده اللي هو شكل الزخرفه في الحائط. انا بالنسبه لي الحاجات دي بتبقاش مهمه قوي في الاستخدام، فممكن نعديها. يعني الوودن فريم، الوود فلوتنج، الحاجات دي كلها مش مفيده قوي يعني. عندنا هنا لو احنا كنا بنرسم لوحة ستيل ومثلا عايزين نجيب القطاعات على طول، فهنا بنعمل فورمد ستيل، بنختار القطاع اللي احنا مصممين. عندنا اليو بار، عندنا الاي سيكشن، عندنا الكولم بار. فانا مثلا انا عايزه ارسم يو واجيب القطاع بتاعه اللي انا مصمماه، اوكي، واضغط في اي مكان كده القطاع يترسم على طول هنا اليو. تمام. فعندنا كل القطاعات، فدي ممكن تفيدنا لو احنا بنرسم لوح ستيل. طيب القائمه اللي بعد كده، الحاجه اللي بعد كده، الحاجات دي اللي باقيه دي مش مهمه. الدرو بايب دي مهمه جدا. دي بنستفاد منها في ايه؟ لو احنا بنرسم لوحه صرف صحي، فبتعمل ايه، بترسم مواسير السباكه بالزاويات بتاعتها. فده هتبقى مفيده جدا لو حد يرسم لوح صرف. الامر اللي بعد كده فيها ديكوريشن، اللي هو البورد ده مش مهم برضو، ستاندر شادو، الحاجات اللي او ارينج لامب دي بقى. والارينج لامب دي مهمه جدا. مهمه في ايه بقى؟ ان هي لو احنا بنرسم لوح كهرباء وبنحط النقط السبوتات في السقف، فانا مثلا عندي اهو، مثلا ده السقف كان معايا اهوت مثلا 2 في 2 فرضا يعني. نعمل موف كده ورسمين امر بوينت، وبس ظاهرين النقطة، بنظبط شكلها فورمات بوينت ستايل من الكده العادي. ده مثلا شكل السبوت، نعمل من 10 ونعمل اوكي. ده مثلا هنفترض ده شكل السبوت. الامر ده بيشتغل معايا ازاي؟ لو انا نزلت اهو ارينج لامب كده وضغطت على السبوت الاولاني اللي انا عايزه ارسم زيه، واعمل اوكي، تمام، واضغط من الكورنر من هنا لحد هنا، واعمل بقى بالماوس، هيظهر لي بقى شبكه السبوتات اللي انا عايزه اعملها. وممكن ايه ازود العدد اقلله على حسب ما انا عايزه. تمام. عن طريق الضغط على الماوس كده بس هيرسم لي السبوتات بطريقه سريعه جدا ومتوزعه. فده مفيد جدا لو انا برسم لوح الكهرباء. طيب الامر اللي بعد كده مهم في سوري، الامر المهم بعد كده اخر حاجه بقى، ده اهم واحد فيهم اصلا بعد الفرش يعني، اندور اليفيجن. الاندور اليفيجن ده بيعمل ايه بقى؟ عشان نفهم، اكون رسمه بس دبليو، تمام، واكون رسمه
AD انتر، تمام، واكون رسمه AW. اجيب الامر تاني بقى من YQ هنا كده، انزل على الاندور اليفيجن LM. ده بيرسم اليفيجن بطريقه سريعه جدا. بمعنى انا مثلا انا هختار هنا بيك ان روم سنجل اليفيجن واعمل اوكي واضغط جوه البلان ده كده، واقول ان انا عايزه ارسم الواجهه بتاع الجزء ده كده، فانا بشاور بالسهم لتحت واقوم جايه نازله في اي مكان تاني كنترول زد كنترول زد كنترول زد تاني. هنضغط على الاختصار، الامر ده اختصاره LM انتر، ريست ديفولت عشان نتاكد ان الوحدات بالمتر، تمام. ونقوم جايين عاملين ايه؟ قلنا الامر ده بنستخدمه اللي احنا نرسم اليفيجن بشكل سريع جدا، فاحنا بنختار بيك ان روم سنجل اليفيجن ونعمل اوكي، نضغط جوه البلان كده وننزل السهم لتحت، تمام. ونقوم جايين ضاغطين في اي حاجه في اي مكان تحت في الشاشه كده. ايه اللي حصل؟ رسم لي شكل الواجهه بشكل سريع جدا الاليفيجن. اهو ده جاب الباب، بس هو هنلاقيه مشقلبه شويه لو احنا عملنا موف ده الواجهه اللي احنا كنا بنرسمها. عايزين نرسم بس هنعمل لها ميرور، سوري، خلاص كده. طيب الامر ده تاني LM انتر، LM انتر، LM انتر. لو احنا عايزين مثلا نشاور، مش شرط نضغط في الاوضه كلها، لو احنا عايزين نعمل دراج على جزء معين، دراج ريكتانجلر، مثلا نقوم جايين راسمين من هنا لحد هنا، هنلاقيه هو عمل كده، ونقوم جايين عاملين كده، وبرده في اي مكان هنلاقيه رسم سريعا. طيب في اوبشن لو انا مثلا عامله ايه تاني AW وكنت رسمه مثلا شباك هنا كمان وهنا وهنا، وجبت الامر تاني LM انتر واعمل بيك مثلا، وعايزه ارسم الفيجن للاربع واجهات مره واحده، فانا بعمل ايه؟ مثلا اختار اللي هو التاني ده واعمل اوكي واضغط جوه الاوضه واقوم جايه سحبه في اي مكان في الشاشه. ايه اللي حصل؟ رسم لي الاربع وجهات مره واحده. هكمل الامر الاخير في قائمه الواي كيو ديكوريشن، اللي هي الديكوريشن كومبوننت، اللي هي الاندور اليفيجن اللي هي اختصارها LM. في حاجه مهمه، قلنا الامر ده بيعمل ايه، او الحاجه دي مختصه بايه. لو انا عايزه ارسم اليفيجن بشكل سريع جدا، ارسم الواجهه بتاعه المبنى بشكل سريع جدا، عندي ان انا ممكن برضو فيها ان انا اغير السكنس بتاع السقف، اعمل الارتفاع بتاع الستوري هايت اللي هو هنا ارتفاع الدور، البيم اللي هي البيم هايت اللي هي الدبس بتاع الكاميرا، السيلينج هايت اللي هو السقف برضو. الحاجات دي كلها انا ممكن اغير فيها. الدور هايت انا عايزه ارتفاع الباب كام، الويندو اوفست، الويندو هايت عايزه ارتفاع الشباك كام، الكلام ده كله ممكن ان انا اغير فيه، تمام. بستخدم الامر ده تاني ازاي كده مثلا، واقوم جايه في اي مكان هيرسم لي الواجهات كلها. تاني كنترول زد LM انتر. لو انا مثلا عايزه اعمل ايه سنجل اليفيجن، هرسم بس واجهه واحده واعمل اوكي واشيل بس علامه الصح من هنا كده عشان اعمل السكشن اللي بيظهر فوق ده، واعمل اوكي هنا كده، واقوم جايه مشاوره بالسهم، انا معناه ان انا برسم ايه الواجهه دي، وكليك في اي مكان هيلاقيه رسم الواجهه بشكل سريع، بس شال ايه؟ شال الجزء اللي فوق ده. فانا لو عايزه اشيل الجزء اللي فوق ده بشيل علامه الصح زي ما انا شلتها كده، تمام. يبقى انا النهارده كده خلصت شغل يبقى انا النهارده كده خلصت الشرح بتاع القايمه اللي هي اسمها ايه الديكوريشن كومبوننت. شكرا.